يا جدعان الجمال والحلويات ده في ليله ال 12 الاهلي بيلسوع الزمالك وياخد منه الدوري في كره اليد. ملوك الصالات مش ملوك السجات. اصحى يا عم الشناوي لا يغفلونا وركز معانا شويه. ابو عشم مات يا صاحبي، تعالى ترجي جوه الملعب. اخيرا الاهلي بيستحوذ على نادي جديد. كلمونا الكلام بتاعنا، الكلام السهل السلس الشعب ده، كلمونا بالحقائق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم احبابي واصدقائي، برحب بيكم اشرف المصري من قناتكم على اليوتيوب، قناه اشرف المصري. اتمنى كده في البدايه ومن كل اخواتنا واصدقائنا ما تنساش الصلاه والسلام على الرسول الكريم، تدعي لاخواتنا في ارض العزه وتعمل لينا لايك، تعمل لنا اشتراك في القناه، تفعل زر الجرس. مش معقول يا اهلاوي كل اللي بيدخل يتفرج علينا كاهلاوي ما بيعملش لايك، اكيد انت مش اهلاوي. خلينا نبداها ضرب نار على طول. البطوله 25 للنادي الاهلي على حساب نادي الزمالك في دوري اليد. الاهلي النهارده روق الزمالك كرويا بعد ما خرج الشوط الاول 10-9 نادي الزمالك، دخلنا الشوط الثاني روقنا الزمالك حرفيا جوه الملعب، وقدر رجاله النادي الاهلي سواء كان المصري او محمد ابراهيم او كل الرجاله اللي كانت موجوده النهارده، سيسا وكاستيلو وغيرهم من الرجاله اللي كانت موجوده، روقوا نادي الزمالك حرفيا جوه الملعب وخدوا منهم البطوله 27-21 باريحيه تامه، وكنا بنلعب نفسنا في الشوط الثاني. مبروك لرجاله اليد، وان شاء الله باذن الله عقبال باقي البطولات يا رجاله، سواء يد، قدم، طايره، اي حاجه، سله، كل مكان هنكون موجودين فيه، حتى لو بلي احنا ان شاء الله باذن الله كسبانين. طبعا النهارده كان موجود المؤتمر الصحفي اللي قبل اللقاء بتاع النادي الاهلي والترجي النهائي، وشفنا يعني كولر طلع على كلمتين حلوين، واحنا دايما بنبحث عن الفوز، واحنا اتعادلنا هناك في عند الترجي، ولكن هنا الترجي عنده ان هو يتعادل ايجابي او يكسب او غيره. المهم الراجل بيحفز لعيبته باسلوبه وبشكله وبطريقته، وقال كلام عادي جدا جدا. اما كابتن محمد شناوي فاحد الصحفيين التوانسه بيساله سؤال، يقول له يعني المشاكل اللي موجوده جوه النادي الاهلي، فالراجل رد بيقول له انت عرفت المشاكل دي منين او جبت المشاكل دي منين؟ قال له احنا شفناها في الصحافه المصريه. قال له يعني ده طبيعه الصحافه المصريه، احنا ولا عندنا مشاكل ولا عندنا حاجه، الدنيا قلبت واتقلبت والدنيا كلها هوب الحق محمد شناوي بيجيب في سيرتنا، يلا يا جدعان كله يطلع عندنا طلعه يا رجاله، هوب كله راح شال السلاح بتاعه والسيف وراح طالع على محمد الشناوي. وطلعت علينا نقابه رابطه الصحفيين الرياضيين يعني عملت كده حاجه غريبه جدا جدا، وقالت قله ادب وحاجات كده وحاجات على محمد شناوي. انا مش عارف يعني السرعه والاداء والقوه بتاعتكم دي جبتوها منين، ده حقيقه يعني، ولكن انا عايز اعرف بس من سيادتكم، يعني كان عندنا كده من كام شهر رئيس نادي جنبنا كده كان بيقول حاجات كده غريبه وبيشتم وبيعمل، وصحفيين وغير صحفيين، ممكن نجيب لكم ونعمل لكم ارشيف كامل. يعني كنتوا فين حضراتكم؟ كنتوا بقالكم حوالي 9 سنين ما ردتوش عليه ولا ايه؟ ها ايه بقى في الاخبار؟ اهو يا اشرف، اهو يا اشرف. ايه طب هل الشناوي اصلا كداب يا باشا؟ ما تمسك الصحافه بتاعتك. الشناوي مش هيقعد دكه، الشناوي هيمشي من النادي الاهلي، الشناوي خرج النادي الاهلي، الشناوي صمم ان هو يلعب اساسي، كل ده خارج من الصحافه العافيه بتاعتكم. هل شفنا حد فيكم بيحاسب اي حد موجود عندكم ولا ايه الوضع ولا ايه الدنيا يعني؟ اما يجي سيره الاهلي تلاقي المسمار طلع من الكرسي دخل في جيبه. خلينا ما نطولش بقى في موضوع الشناوي اكتر من كده، وتعالى نروح لحاجه ثانيه، هو ان النادي الاهلي استحوذ على نادي في دوري الدرجه الثانيه. الاهلي اخيرا يقدر ان هو يوصل لاتفاق ويستحوذ على نادي من القسم الثاني، نادي مستقبل سبورت، وقدر خلاص اخيرا ان هو يقدر يسيطر على الفريق دوت، يحط فيه اللعيبه اللي هو عايزها، ودي حاجه النادي الاهلي كان بيسعى عليها الفتره الاخيره بشكل كبير جدا، ولكن اخيرا بنحط الرتوش الاخيره، والنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هيعلن عن استحواذه على نادي مستقبل سبورت. طبعا مش مستقبل وطني يعني، عشان احنا مش عايزين ندخل الدنيا في بعضها، انت فاهم بقى اخويا. اقسم بالله ماشيه بالمهدئات والمسكنات. لا بص بقى يا صاحبي، ابو عشب مات والدنيا بقت خد وهات. انا حضرتك رحت عندك كان عندي 500 مشجع وخدوا منك 500 تذكره ودخلوا ملعب الترجي هناك بادب وباحترام. جيت عندي هنا قلت لك انا هديك مفترض 2000، لا انا هديك 3000 ونص تذكره. حضرتك خدت ال 3000 ونص، انا مش ما يخصنيش ان انت عندك التذاكر رخيصه من تونس لمصر، ولا ناس جايه من تونس من الحته الثانيه، او فريق الترجي جاي له مشجعين كتير عندي وهيخش عشان الاستاد بتاعي ياخد الناس كلها. حضرتك انت ليك 3500 تذكره خدتهم، مش هتاخد غيرهم. ادي الله وادي حكمته، فنعمل ايه بقى يا شاطر؟ لكن كل مشجعين التوانسه على دماغنا من فوق، اخواتنا حبايبنا وروح قلبنا واخواتنا التوانسه، يعني كلنا ايد واحده، ولكن جوه الملعب حضرتك انت ليك نسبه معينه، ليك حصه معينه، اخدت حصتك، ما ينفعش تاخد اكتر من كده، وغير مسموح تماما ان النادي الاهلي يفرط في اي تذكره لاي مشجع زياده. نادي هيدرسفيلد اللي كان بيلعب فيه رمضان صبحي لما اتباع من النادي الاهلي بقى وراح الدوري الانجليزي، نادي هيدرسفيلد طبعا دوت باع رمضان صبحي الى نادي بيراميدز. هيشتكي نادي بيراميدز عشان ليه فلوس عنده من 2020 لسه ما خدهاش لحد دلوقتي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كل ده رمضان صبحي لسه فلوسه لسه ما اندفعتش. ايه يا بيراميدز في ايه؟ ما شفناش حد من الاعلام ولا شفنا حد بيتكلم ولا شفنا حد بيقول خبر منقول ومحطوط في احد الجرائد واحد الصحف اللي موجوده على هامش الخرائط. يعني مش المفروض بيراميدز ده برضه متصدر الدوري المصري، المفروض تكون اخباره في كل مكان، ولا هو لا حول ولا قوه له؟ فلأذهب انا الى الجحيم وتبقى مصر. تعالى لي بقى كابتن ياسر عبد الرؤوف. كابتن ياسر عبد الرؤوف بسم الله ما شاء الله، يعني بيقول الحاجه
وعكسها. ليه بقى يا عم اشرف بيقول حاجه وعكسها؟ تعال نجيب كلام الكابتن ياسر عبد الرؤوف وعكس الكلام اللي بيقوله الكابتن ياسر عبد الرؤوف، بيقوله برضه الكابتن ياسر عبد الرؤوف مره في ماتش الاهلي والبلديه ومره في ماتش الزمالك وفيوتشر. خلينا ندخل كده بالفيديو الاولاني ونشوف الكابتن ياسر عبد الرؤوف وهو بيتكلم عن ماتش الاهلي والبلديه والهدف الثاني للنادي الاهلي اللي هو قال عليه هدف ما ينفعش ان هو يتحسب. حاله الهدف. طيب وهنقف هنا لحظه، نرجع بس كده فريم واحد والكره في الهواء، هنلاقي ان في اثنين لاعبين اللي هو داخل بالظبط كده، الاثنين في تبادل مسافي من اللاعب الثاني. تمام، لو حد فيهم قدر ان هو يوقع الثاني تمام هتبقى مخالفه عليه. هنشوف ايه اللي حصل ونركز عليه قبل ما نروح للحل اللي بعد كده. هنلاقي ان رامي ربيعه هو اللي دفعه الدفعه دي فالكعب في حارس المرمى. ممكن حد يقول هو الالتحام بين الاثنين، ممكن حد يقول لك الالتحام في الاول رامي بيحاول الالتحام يعني يسيبني. تمام، الالتحام في الاول تمام، نرجع تاني عشان دي مهمه. ممكن حد يقول اصل هو باين رامي يعني تمام سيبني تمام، نرجع بس نشوف التفاصيل بتاعتها لان هتبان كمان من كادر تاني. كابتن تيشيرت ماسك نرجع عايز الكوره فوق. انت عايز تقول ايه؟ ان هو بيخلص نفسه. الاثنين ماسكين بعض بس عايز يسيب في اللحظه دي الاثنين ماسكين بعض. تمام، مفيش مخالفه على حد. طيب نكمل نشوف ايه اللي حصل. حارس المرمى خلاص لعب الكوره ونزل على الارض. تمام، هنا حصل الدفع. الزقه. اوكي، الدفع اللي حصل ده كان نتيجته ايه؟ كان نتيجته ان اللاعب وقع على حارس المرمى. سمعت الكابتن ياسر عبد الرؤوف قال ايه؟ بيقول لك ان اللاعب بتاع النادي الاهلي في شد وتبادل متماسك ما بين الاثنين لعيبه وهرتله موجوده بينهم، ومهم يعني لاعب النادي الاهلي وقع لاعب البلديه، فاذا اللاعب اللي هيقع هنا لازم ياخد فاول. وهنا بما ان في شد متبادل وفي جزم متبادل ففي واحد وقع، اللي وقع ده ياخد فاول. هو ده نظريه الكابتن ياسر عبد الرؤوف، وقعت خد فاول. تعال بقى نسمع الكابتن ياسر عبد الرؤوف في ذات نفسه. هو كابتن ياسر عبد الرؤوف بس تقريبا اخوه توأم يعني ما بيعرفش بقى، يعني طلع في لقاء الزمالك وفيوتشر في هدف سيف الدين الجزيري قال ايه لما لاعب فيوتشر وقع على الارض برده من زق متبادل. نروح لحاله مهمه وهي حاله الهدف. وهنشوف الكره بتتلعب بالعرض، هيحصل احتكاك ما بين المهاجم والمدافع، ده احتكاك طبيعي ولا في مخالفه من حد فيهم؟ الاثنين نفس الشكل ونفس المنظر. لو ايد المهاجم اتفردت هنقول ان هو دفع، ولكن الايد استمرت زي ما هي، وهنشوف من الزاويه دي ونمشي واحده واحده. الاثنين ماسكين بعض، مش ماسكين الاثنين، كل واحد فيهم بيحاول ان هو يحط جسمه في الاول، مفيش حاجه حصلت، الراجل نزل على الارض ويحاول يوصل للكره ما وصلش، بالتالي الهدف سليم، مفيش اي نوع من انواع المخالفات دي، الاحتكاكات الطبيعيه الموجوده في كره القدم. يا سبحان الواهب، يا سبحان الله، يا سبحان الخالق. انا مش فاهم بصراحه يعني الكابتن ياسر دلوقتي شد متبادل وزق متبادل، واحد وقع خد فاول، شد متبادل وزق متبادل، واحد وقع راح له الكوره. يعني انا مش فاهم يعني انت مين في الاثنين عشان بس دونت ميكس. يعني انا العقليات دي الواحد خلاص يعني بدا ان هو ايه يستوي منها. حضرتك راجل محترم وحضرتك كنت حكم محترم وعلى عيني وعلى راسي وياما يعني شفنا حاجات، ولكن انا مش قادر اصدق ان الازدواجيه في المعايير داخل الاعلام المصري علشان خاطر يعني فكره ايه يعني اديها له بقى معلش وعديها له اصل الامن الوطني والامن القومي علشان خاطر الزمالك ياخد بطوله. يا باشا انت دلوقتي فيوتشر ده مصري، هو اسمه فيوتشر يعني اسمه فيوتشر بس، لكن هو نادي مصري عادي خالص والله ما فيش ادنى مشكله. قول يا باشا اللي على حق وقول الدنيا فيها ايه. لكن لو انت جيت لوجهه نظري هدف الاهلي صحيح، هدف الزمالك صحيح، اللي دي ولا دي فيها فاول ولا دي فيها فاول، مش ناقصه بلبله. انت بتتكلم جد؟ وبما اننا بقى بنتكلم على البلبله فتعالى يا عم جوزيه جوميز. تعالى انا مش فاهم يعني انت رضا عبد العال مروقك بقى وده انه قال عليك شويه كلام زي الفل. اي نعم يعني ايه، هو كل ما يتكلم عن اي حد داخل الزمالك داخل الاهلي داخل اي مكان لازم يجيب سيره كولر ولازم يجيب سيره لعيبه النادي الاهلي ولازم يجيب الكابتن حسام حسن ويحطهم كده كلهم في جمله مفيده. ما علينا يعني مش هرد عليك يا كابتن رضا، دلوقتي سايبينك لوقت عوزه. ولكن جوزيه جوميز طالع بعد اللقاء بتاع فيوتشر طالع يقول يعني حاجه غريبه كده، حاجه عجيبه، حاجه جايه من السما. يقول لك انا خسرت قدام سموحه وتعادلت، ولا خسرت قدام سموحه عشان خاطر التحكيم، وان انا كان ليا ضربه جزاء لاحمد حمدي والحكم ما حسبهاش وحسبي الله ونعم الوكيل، وكان يعني وتناسى او نسي او فقد الذاكره ما تفهمش، او كان بيتفرج على ماتش تاني ان حسام حسن كان في ضربه جزاء وان اصلا بتاعت احمد حمدي دي ما فيهاش اي ضربه جزاء خالص، وكان في ضربه جزاء الناحيه الثانيه واتقلبت بطرد وحوار كبير قوي سعادتك. ما علينا. طالع يقول لك برضه قدام فيوتشر مصطفى شلبي كان ليه ضربه جزاء. انا مش عارف انهي ضربه جزاء في ماتش فيوتشر. لا بص بقى معايا، دي كره مصطفى شلبي. انا يعني انا عايز افهم مصطفى شلبي اللي كان المفروض ياخد الغطاس الاول داخل اللقاء ده، لان في غطاس اكبر وفي غطاس اصغر، هو هنا غطاس اصغر. فيعني انا عايز افهم بس الراجل ده ما خدش انذار ليه اساسا في الكوره دي وهو راح يمثل فيها؟ يعني انا بس اديني عقلك، ما فيش حكم في الكون ده كله قال لك الكوره ضربه جزاء. لكن جوزيه جوميز هياخدنا ويسحبنا لحته ثانيه بعيدا عن الفنيات، بعيدا عن اي حاجه موجوده جوه الملعب، وان هو ولا في شكل ولا اداء ولا اي حاجه، مش من دلوقتي من فتره. ولكن انا يعني مش فاهم انت حضرتك يعني عايز توصل للناس ايه؟ عايز تقلب الناس في حته ثانيه وامين عمر والحوارات دي. ما علينا حضرتك ان شاء الله باذن الله يعني نشوفك في الكونفدراليه السنه الجايه بما انك بطل الكونفدراليه السنه دي، وان شاء الله تكون بطوله سهله بالنسبه لكم. وهذا كان كل ما لدينا اليوم اعزائي المشاهدين. ما تنساش تكون عملت لينا لايك، صلوت وسلمت على الرسول الكريم، دعيت لاخواتنا في ارض العزه بالنصر، واشوفكم على خير. وان شاء الله باذن الله نتقابل بكره قبل لقاء النادي الاهلي، وان شاء الله ال 12 يا اهلي.